ايوب الكعبي سجل، نصير مزراوي قدم مباراة كبيرة، امين عدلي كذلك، اخو ماشي يمتع. السلام عليكم. في هذا المقطع غادي نحلوا اداء اللاعبين المغاربه، ونبداو بالماتش اللي كان ما بين البايرن وباير ليفركوزن. وهذا الماتش دخل فيه نصير مزراوي اساسي، واللي قدم مباراة مزيانه وخذات نقيط 7.4، واللي كان احسن لاعب في الفريق ديالو. المهم نصير مزراوي لعب في الشوط الاول ظهير ايمن، واللي كان كيدافع مزيان بحال هذه اللقطه اللي قدر يحيد لاعب باير ليفركوزن الكره بلا ما يطيح في الخطا، وكان كذلك كيساهم في الهجوم بحال التمريره اللي كانت طويله. وشوفوا معايا كيفاش حطها اللاعب صاني، الا ان هذا الاخير ما قدرش يستثمرها. وراه في الشوط الثاني نصير لعب في مركز الظهير الايسر. المهم نصير مزراوي دار ماتش اللي كبير رغم ان الفريق ديالو خسر ب 3-0. اما بالنسبه لامين عدلي واللي قدرت الفرقه ديالو تربح ب 3-0 ودار ماتش اللي زوين وكان كيتحرك مزيان. شوفوا معايا هذه اللقطه اللي ضروري خاص نهضروا عليها. المهم امين عدلي دار سبرينت وبقى كيطلب الكره مع اللاعب ليفركوزن، واللي طلق ليه باس واعر. هنا قدر يتوصل بها عدلي، ولكن في الاخير غابت عليه الفعاليه. هنا حيدها المدافع ديال البايرن وضيع هدف، وهذا الشيء كيبين ان امين عدلي باقي متاثر شويه. المهم التنقيط ديال امين عدلي هو 6.9، وفي الاخير راه قدم مباراه مزيانه. ودابا باير ليفركوزن في المركز الاول واللي بعيد على الوصيف واللي هو البايرن بخمسه نقاط، واللي الصراحه تشافي الونسو كيقدم موسم خرافي وباقي ما خسرش حتى مباراه. اما بالنسبه لإلياس اخوماش واللي دخل كاساسي في مباراه اللي جمعت نادي فياريال ضد الافيس، واللي كان مع هذا الفريق عبد الكبير عبقار، وراه دخل كاساسي وقدم مباراه واعره وخذات نقيط 7.7. اما بالنسبه لإلياس اخوماش واللي قدم اداء يمتع العين بحال هذه اللقطه واللي توصل بالكره. هنا راهو لاعب الافيس ودار سبرينت وعطى تمريره للاعب رقم 11، الا ان هذا الاخير ما قدرش يسجل. المهم إلياس اخوماش قدم مباراه واعره وخذات نقيط 7.9، والمباراه سالت بالتعادل ايجابي 1-1. اما بالنسبه لايوب الكعبي فرح حتى هو قدر يسجل هدف. هنا كنلاحظوا ان المهاجمين اللي عندنا في المنتخب اللي رجعوا من الكان قدروا يسجلوا، يوسف النصيري وايوب الكعبي، ما نساوش ان حتى احمد الله سجل. وندوزو دابا للهدف ديال سفيان رحيمي، واللي غتبدا قصه هذا الهدف من عند لاعب العين اللي عطى تمريره لسفيان رحيمي، واللي كان سفيان بدون اي رقابه. فهنا ما عطاش رحيمي بهدف اللي كان رائع، واللي زوين في هذا الهدف من غير الانهاء فهو التمركز الصحيح. هادشي اللي كاين. تهلاو.